تعرفوا على المسلسلات السورية في رمضان 2023. مأمورين زعلانين من الموت. زقاق الجن مسلسل بيئة شامية بتدور أحداثه بحقبة زمنية غير محددة ضمن قالب بوليسي بحسب صناعه. بيحكي عن جريمة كبيرة بتشغل الحي وبتتبعها سلسلة جرائم مرتبطة بالجريمة الأصلية، وبتبدأ عملية البحث عن القاتل. اسم العمل ربطوه صناعه بالحي الموجود حالياً بمنطقة البرامكة بدمشق، يلي كان سابقاً بساتين يقال إنه مسكونة بالجن، والناس كانت تبتعد عنها لانتشار أساطير بتقول إنه الجن رح يتلبسهم. بس الحبكة بتنفي وجوده ضمن الحي، وما رح يكون المحرك الأساسي بالعمل، وإنما التشويق والأحداث الغامضة إضافة للصراعات يلي بتصير بين سكان المنطقة. وبهالعمل رح نشوف الفنانين أيمن ووائل والمرحوم شادي زيدان بعد أكثر من 20 سنة على مشاركتهم بمسلسل ألو جميل ألو هنا. قلت لك هي كلمة معلم بطلية، نحن مو فرشة حدادة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، تفضل. وكمان هي التجربة الثانية لشركة MB برودكشن لمسلسلات البيئة الشامية بعد مسلسل الكندوش يلي طالته عدة انتقادات بموسمه الأول. وبضم العمل على قائمة أبطاله عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، صفاء سلطان، شكران مرتجى، إمارات رزق، أمانة والي، جيانا عيد، سعد مينا، نجاح سفكوني، لويس قزق، حسن خليل، همام رضا، روبين عيسى. زقاق الجن من تأليف محمد العاص وإخراج تامر إسحاق.